سرقة معدة بسمة وهبة في أمريكا. الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفاجئ جمهورها بعد نزول وزنها بشكل كبير جدا، وتصرح: دكتور في أمريكا سرق معدتي. خرجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في برنامج على أحد المواقع لتكشف سبب مرضها وإجراءها عملية جراحية ومنظار، حيث بيّنت أنه أثناء المنظار وجدت الطبيبة نزيف كبير في البطن ولا يوجد معدة عند الإعلامية زوجة ضابط الشرطة السابق وعضو مجلس النواب المصري علاء عابد. أثناء إجراء عملية بسمة وهبة قامت الطبيبة بتصويرها كاملة، وتم وضع مشابك طبية لإيقاف نزيف معدة بسمة، ثم فاجأتها الطبيبة: أين معدتك؟ شعرت بسمة أنها ما زالت تحت تأثير مخدر العملية في ظل وجود زوجها علاء عابد. قالت لها الطبيبة: لقد تم استئصال معدتك وبقي جزء صغير منها. هنا أيقنت بسمة أنه تم بالفعل سرقة معدتها في أمريكا، وهذا السبب الرئيسي في نزول وزنها المفاجئ ونحافتها المفرطة. طالبت طبيبة بسمة وهبة منها أن تقاضي من سرق معدتها والبحث عن التقارير القديمة لها من الطبيب الأمريكي، مع العلم أن الطبيب الأمريكي لم يذكر لها أي شيء عن استئصال المعدة. الكثير تعاطف مع الإعلامية المصرية بعد مرضها والتغيير في شكلها بعد النحافة المفرطة، وكانت تعاني من مرض في الأمعاء قبل أن تكتشف سرقة معدتها. البعض الآخر هاجم بسمة وهبة، وقال بعض المعلقين على كلامها يتهمها بعمل رجيم قاسي وعلاقة آخر ساخرا: بدون معدة فأين يذهب الطعام؟ ومتابعة قالت: المعدة ما تنسرق، يمكن كان عندها مشكلة وشالوا جزء منها. متابع آخر وجه السبب إلى بسمة نفسها والتغيرات في مسيرتها المهنية، قال: كانت محجبة وتقدم برامج دينية ثم خلعت الحجاب وقدمت برامج مثيرة للجدل، ودخلت صراعات مع فنانين ومحاكم، وهذا ما أثر عليها.